السلام عليكم، ازيك؟ الاخبار؟ يا رب تكون كويس. اهلا بك في حلقه جديده من قعده رايقه. اولا انا حابب اشكرك جدا انك بتسمع البودكاست ديت. ثانيا خلينا نخش بقى على الحلقه بتاعت النهارده، الا وهي بتتكلم عن الستات والرجاله والحاجات اللي هم عايزينها. لان للاسف دلوقتي بقى الراجل عايز يعمل نفسه سي السيد، والست عايزه تعمل نفسها سي السيد كمان. بقوا الاتنين عايزين نفس الشخصيه. من منطلق ايه؟ ان الراجل عايز كلامه يتسمع، وعايز يؤمر وحاجاته تتنفذ، ويبقى هو القائد العظيم صاحب البيت رب البيت، ما حدش يقدر يتكلم معاه، واللي يعارضه او يتناقش معاه حتى او يقول له رأيه او يعمل معاه اي حاجة في رأيه يبقى ده غلط وما ينفعش وانت ازاي كده. والست على الناحية التانية بقت دلوقتي نفس الكلام، عايزة برضو هي كلامها يبقى مسموع وتعمل اللي هي عايزاه، محدش يقول لها انت بتعملي ايه ولا يتدخل في حياتها. لها حاجاتها الخاصة وكل حاجة عايزاها تعملها براحتها، ما تطبخش، ما تعملش، ما تشتغلش زي ما هي عايزة. لان انا مش عارف ازاي اصلا للأسف واحد زي نجيب محفوظ ازاي اخترع الشخصية ديت، او صور للناس ان هي ديت المجتمع او دي الأسرة المصرية الحلوة أو الناس مفروض تبقى كده. لأن ده كان غلط، حتى لو كان أياميها هو ده الصح، ده أصلا غلط في العموم. فكون إن هي كانت حلوة أو ماشية في وقت معين، ده ما يخليهاش إن هي صح وكويسة. أنا ممكن أتفهم مثلا لو في نهاية الفيلم طلع إن الراجل ده غلط وما ينفعش اللي هو بيعمله ده، ومفروض يتنازل شوية ويبقى رحيم بمراته بيعملها كويس، او يحصل له مثلا مشكلة ان هو ازاي كده. ومفروض الست تبقى برضو يقولوا ان هي غلطانة، ان هي بتسمع كلامه للدرجة ديت ومنبطحة جدا. فلو ده في اخر الفيلم، الصراحة مشوفتش الفيلم اصلا اللي هما بيقولوا في سيد وامين، بس لو ده حصل فده حاجة كويسة، واعتقد كانت الناس حتى هتتكلم عليه. انما الناس بتتكلم ان هو ده الصح وهو ده الحلو، فاكيد الفيلم طلع لهم ان هو ده اللي مفروض يبقى موجود. وده اللي انا مش عارفه اصلا ازاي كان الناس دماغها زمان متقبلة الموضوع ده، بعيدا بقى ان هي اصلا حاجة منافية للدين، والدين ما قالش كده ولا اي حاجة في العقائد قالت ان الموضوع ده كويس. انت اصلا كعقل بشري ومنطق الموضوع ده ما ينفعش ان انا اهين المرأة كده وازلها، وانا ابقى اجمد واحد وليا كل حاجة ومحدش يقدر يتكلم معايا والست تخدمني وخلاص. وللأسف دلوقتي بقيت بتلاقي الرجالة يقولك انا بصرف على البيت، انا حتى مش ملزم ان انا اصرف عليكم ولا اجيب لكم حاجة، انا مش ملزم ان انا اعمل الحاجة ديت، انا الراجل مش مفروض ان انا اشتغل في شغل البيت ما ساعدش في حاجة. الست تقولك انا مش ملزمة ان انا اشتغل لكم ولا اعمل لكم الاكل ولا اعمل اي حاجة في البيت. حتى وصلت لدرجة ان هو يقولك ان الست مش ملزمة او مش مجبرة ان هي ترضع اولادها. يعني بالعقل كده ازاي واحدة طبيعيا من غير اي حاجة اول ما بتولد بيبقى عندها هي الوحيدة القابلية للرضاعة ويبقى فيه لبن او حليب؟ فازاي بقى عايزة تقنعيني ان انت مش ملزمة او مش مجبرة؟ ايه الراجل يعني هو اللي هيرضعهم؟ ايوه انت كتر خيرك وربنا يكرمك ويصلح حالك ان انت فعلا بتعملي الموضوع ده، بس ما تحسسيناش ان انت بتعملي عمل بطولي وعمل مفروض انت ما كنتش تعمليه. لا، هو اصلا الجواز في حد ذاته مبني ان انت هتتجوز، هتخلف، هترضع، هتربي، هتعمل اسرة كويسة لحد ما تكبر، هما هيشيلوك، بعد كده هتموت. ليه بقى احنا وصلنا اللي احنا اصلا ما احناش عارفين الاساسيات دي؟ بقينا في كل حاجة عمالين نتناقش فيها ونقول لك لا انا مش مفروض اعمل كده وانت مش مفروض تعملي كده. وللأسف ان في دلوقتي ناس مشهورة، سواء مشهورين عاديين او حتى شيوخ، بيحللوا الكلام ده ويقولوا ده حلال وحرام، ويشجعوا الستات والرجالة ويقول لك لا الراجل هو الجامد، هو احسن حاجة،
وطبعا اللي متبني الفكرة بتاعت الرجالة احسن حد هيمشي معاه، والمتبني ان الست احسن حد هيمشي مع الناس التانية. وبقى ان كل واحد عايز يتشهر وعايز يبقى له حاجة في النت وكده، يقوم طالع شاتم ستات او شاتم رجالة، والمدافع عن حقوق الرجالة او المدافع عن حقوق الستات، وتلاقيهم عمالين يقولوا كلام غلط ويتشهروا والناس تشير ويقعدوا يتريقوا عليهم او يتبنوا رأيهم، يقولك انت صح، انت قوية، انت جميلة، انت كل حاجة. معرفوش ان اغلب الناس ديت اصلا بتبقى عاملة الموضوع ده علشان الشو، وهي ولا همها مصلحة المرأة ولا مصلحة الراجل ولا اي حاجة من الكلام ده. هي كل اللي هممها ان هي تبقى مشهورة، بتجيب الفلوس اللي هي عايزاها وخلاص. يعني ممكن تلاقي الواحدة اللي بتقعد تتكلم على جوزها ديت تلاقيها متجوزة عادي، وجوزها ممكن يكون نفس الكلام اللي هي بتقوله وما فيهاش اي مشكلة، انما هي بتقول كلام عكس اللي عندها علشان تتشهر وتجيب الفلوس اللي هي محتاجاها وخلاص. يعني تلاقي مثلا ان لو الراجل طلب حاجة من الست والست وافقت وعادي ما عندهاش اي مشكلة وقالت تمام، تلاقي بتوع حقوق المرأة يقعدوا يقولوا لها انت ازاي كده، وانت منبطحة وما ينفعش، وهو يعني ما يقومش يجيبها ليه، وهو ما يعملش كده ليه، وانت الحق منه، وانت بتخدميه، وانت يقعدوا بقى يكيبوا كل الكلام عشان يقنعوها ان هي مظلومة وهي ما ينفعش تعمل كده، وهو اللي يقوم مثلا يعمل الطلب ده، مع ان هي اصلا كانت موافقة في الاول. هي ما قالتش لا، هي بالنسبة لها ايوه انا بعمل الحاجات ديت بطيب نفس وبحب ليه يا اخي، اي حاجة غير ان انا متضايقة لا يقعدوا بقى يحشروا في دماغها. وفي الراجل والله يقعدوا برضو يتكلموا ان ازاي الست انت سايب لها قوي وهي بتعمل اللي هي عايزاه مثلا، او انت مدلعها. ايوه انت مالك، الراجل والست موافقين وبيعملوا الحاجات اللي هم عايزينها وما عندهمش اعتراض، انت اللي بتتدخل وتقعد تتكلم في افكار اصلا غلط علشان توقع ما بينهم وتثبت ان الست ما بتحبش الراجل وما ينفعش تعمل معاه كده، والراجل ما ينفعش يعمل مع الست كده. مفروض الأسرة تبقى مبنية على المشاركة والتعاون والمحبة والمودة والرحمة ما بيننا عشان تبقى أسرة جميلة نعرف نعيش فيها. إنما اللي بيحصل دلوقتي من كل واحد عايز رأيه هو اللي يعمل، ويقعدوا يدخلوا في نقاشات وند بند مع بعض. ومفروض حتى لو الراجل بيطلب الحاجة من مراته يطلبها عادي باحترام وبذوق، لو سمحتي بعد إذنك، كتر خيرك، الكلام الحلو سواء للراجل أو للست، ويشجعوهم على الحاجة اللي هي بتعملها. مش مجرد إن انت مجبرة اللي انت تأكليني، فلما تيجي تعمل لك الأكل عادي، ما ايه المشكلة يعني، ما كل الستات بتعمل أكل وانت ما عملتش حاجة زيادة، مع ان هي ملهاش يعني في الموضوع ده. ومفروض تشكرها على الاقل ان هي وقفت بالكام ساعة عشان تعمل لك الحاجة اللي انت عايزها. وفي نفس الوقت تلاقي برضو الست لو ما الراجل يبقى شغال طول اليوم وجايب الفلوس بالتعب ويقول لها اتفضلي، تقعد تقول له ايه يعني وانت بتتعبش ليه، انا لوحدي وكل الناس بتتعب، وما تقدرش مجهود ولا تعب. طب ليه؟ انت قدر تعب مراتك وانت قدر تعب جوزك، ان انتوا الاتنين فعلا بتتعبوا وتستحقوا كلمة الشكر والاستئذان والاحترام وكل حاجة حلوة ما بينكم. لان الحياة مش ندية، مش اللي انا عملت كذا فانت تعمل الحاجة قصادها، مش انا بشتغل فانت لازم تطبخي وتعملي، انا عملت مثلا حاجة انت لازم تعملي حاجة قصادها. هي الحياة ما بتمشيش كده، والحياة الأسرية بالذات مش مبنية على الموضوع ده. لازم يكون في طرف من الطرفين هو اللي معطاء ويتنازل. يعني انت شوفها في اي مكان، اي اسرة بس تبقى اسرة فعلا مكملة صح لسه عايشة لحد دلوقتي ولا اتطلقوا ولا الكلام ده، اسأل فيه هيقولك يا اما الراجل هو اللي متنازل مثلا عن حاجات كتير وبيسيب، يا اما الست هي اللي بتعمل كده. لازم يكون في حد عادي بالنسبة له لما يحصل تاتش او اي حد يبقى متمسك برأيه لازم هو اللي ينزل، سواء راجل او ست، عشان الامور تمشي. مش اللي انا بقى لا انا رأيي هو الصح وانت رأيك هو الصح، ونقعد نمسك لبعض بقى السكاكين زي ما بيحصل دلوقتي من الرجالة والستات،
وان كل واحد ماسك للتاني على غلطة. اول ما ده يغلط يقول له شفت الرجالة كلهم كده، الرجالة كلهم وحشين وما بيعبروش مراتاتهم ولا بيعملوا لها اي حاجة. واول ما الست تغلط يقول لك الستات دول وحشين يا عم ودماغهم وحشة ومهما عملت لهم ما بيتمرش فيهم والكلام ده كله. طب ليه اصلا الكلام ده؟ ليه اقعد استنى لحد يغلط علشان اطلع انه كلهم وحشين؟ مع ان هتلاقي النسبة الاكتر من الرجالة والستات كويسين وحالتهم كويسة ومتربيين وكل حاجة، بس للأسف الوحش هو اللي دايما بيظهر، هو اللي بياخد اللقطة، لان الحلو في منه كتير انما الوحش هتلاقي دايما قليل، فاول ما بيحصل هو اللي بياخد الشو كله. يعني تعالى شوف كده كام واحدة مثلا بتقولك انا مش ملزمة او مش مجبرة اعمل حاجة في البيت ولا اطبخ لكم، او كام راجل قعد يقولك انا مش مجبر والست لازم تعمل والست هي كذا. هو في الكلام ده، بس الاكتر سواء ابويا او ابوك او جدك او الناس بتوع زمان، بس مش زمان قوي يعني، هتلاقيهم كان عندهم الفكرة ان تمام انت بتعمل كذا انا اعمل كذا وفي مودة وما بيننا والدنيا بتمشي. عشان كده اغلب الجوازات اللي كانت من الفترة مثلا زمان شوية او ابوك مثلا تلاقيها لسه مستمر. في حالات نادرة بتبقى مثلا في مشكلات او في حاجات بتغيرهم ويتطلقوا، بس الاكتر ان الجواز الكويس اللي مبني على الاسس الصح هو ده اللي بيستمر وبيبقى حلو بعدين. فبقى دلوقتي ولا الراجل طايق الست ولا الست طايق الراجل، محدش فيهم طايق التاني ولا عايز التاني، محدش حد عايز يتجوز علشان ده الست الست مش حلوة والراجل لا ده وحش وافكاره وحشة وهيتسلط عليكي وهيعملك مش عارف ايه. فبقى كل واحد خايف من الطرف التاني بسبب افكار ناس اصلا مختلفة عنهم وفي تفكيرهم مختلفين وتفكير غلط. هما اللي ادوك الافكار ديت بواقع حاجاتهم هما انت ولا عشتها ولا هتعيشها، لان احنا مش الموضوع ده لسه مش في دماغنا قوي. بس للأسف الموضوع بدأ ينتشر وينزل للطبقة بتاعت الشباب والمراهقين ويبدأوا يقتنعوا بيهم ويمشوا وراهم ان ازاي الرجالة كده وازاي الستات كده. فالموضوع بدأ ينتشر انتشار كبير، ولو احنا ما مسكناش الموضوع ده وبدأنا نصلحه هتلاقي كل مدى ما الدنيا بتسوء اكتر، كل مدى ما الموضوع بيصعب اكتر. هتلاقي ان الجواز ما عادش حاجة في دماغهم هما الاتنين ولا عادوا بيفكروا فيها. الحياة اصلا عموما ما عادتش زي ما كانت في الاول، كل تفكيرهم ان الراجل وحش والست وحشة واللي انا اطلع غلطات فيهم واللي انا اعمل اي حاجة علشان اطلعهم وحشين واحنا الصح وخلاص. مع ان عادي الراجل ممكن يساعد الست في شغل البيت وفي التنظيف وفي الطبخ. يعني هتلاقي اكتر الرجالة اصلا بتحب الاكل وبتحب ان هي تقف في المطبخ. شوف كام واحد بيعمل فيديوهات على النت بفود ريفيور واتكلمنا عليه قبل كده، او بيطبخوا مثلا او مهتمين بالاكل بشكل ما كتير جدا مع الستات برضو. بس الفكرة في ايه؟ ان الرجالة زي ما هم عايزين يشتغلوا وعايزين يعملوا، فهم في النهاية بشر وبيحبوا الاكل وعايزين يطبخوا. ليه بقى انت ما تقفش مع الست بتاعتك في المطبخ تطبخوا سوا وتعملوا الاكل وتساعدها وتبقى مشاركة منك؟ هي هتفتكرها لك وانت هتساعدها وتريحها، ويبقى هي ديت الحاجة الحلوة اللي انتوا بتعملوها. تعملوا ذكريات مع بعض، تعملوا اوقات حلوة سوا، علشان بعد كده لما يبقى عندكوا 60 سنة وتفضلوا عايشين وما تطلقتوش مثلا وتقعدوا كده في قعدة صفا تقولوا ياه الايام الحلوة وكنا بنقف مثلا نطبخ سوا وكنا بنروح كذا. تبدأ تفتكر اللحظات ديت والاوقات الحلوة وتعيدها تاني علشان تستمتع بيها. انما هتفتكر بقى في القعدة ديت ان الست كانت وحشة وقالت مش ملزمة تعمل حاجة والراجل كان بيعمل كذا، لا كل ده بيتنسي. اللي بيفتكره هو اللحظات الحلوة اللي انتوا بتعيشوها سوا وبتبنوها سوا علشان تكمل بيها حياتكم. يعني انت ممكن تلاقي مثلا
ان رجالة في المحلات بتاعتهم او الورش بتاعت الميكانيكا او كده يقعدوا ينظفوا ويمسحوا ويروقوا ويعملوا كل حاجة في المحل من ترويق ونظافة على العال. واول ما يروح البيت والست مثلا تقول له اعمل حاجة او كده، لا وانا ما ينفعش، ويبقى حتى مكسوف. يعني تلاقي مثلا الراجل اللي بيساعد مراته تلاقي مكسوف ان هو يقول الكلام ده او يعبر عن الموضوع، مع ان هي فعلا عادي. ده بالعكس، انت كراجل انا شايف انك عشان تساعد مراتك ده اقصى درجات التقدير والاحترام والاخلاق توصل لك. ليه؟ لان انت بتعمل حاجة من احسن الحاجات اللي ممكن تتعمل، مش مجرد اللي انت عمال تروح تاكل وتشرب وتنام وخلاص. هو في فعلا رجالة بيبقى اصلا بيشتغلوا شغلانتين وتلاتة عشان يعرفوا يصرفوا على البيت، فدول ربنا يكرمهم، مفيش مشكلة ان انت ما تساعدش عشان انت اصلا مشغول. واكيد الست مقدرة الموضوع ده وعاملة في اعتبارها. انما انا بتكلم كشخص عادي بتروح مثلا البيت بدري شوية، الست قاعدة عادي في البيت، ليه ما يبقاش حتى يا اخي يوم الاجازة او يوم فاضي وليكن مكتب، حتة ترابيزة، حتة اي حاجة، تقعدوا تساعدوا بعض كده في اللي انتوا تروقوه، تنضفوا شوية، تلعبوا. يعني انت ممكن تلعب انت وهي بالمية وهتبقى لحظات وحاجات حلوة. او تفتكروا مثلا في يوم الاجازة ده بدل ما هي تطبخ او تروحوا تجيبوا اكل من بره، تساعدوا بعض تعملوا اكلة حلوة تاكلوها انتوا الاتنين، ويبقى ده عادة عندكم عشان حتى اولادكم بعد كده تاخدوا الموضوع ده وتبقى في تحسن. فانت لازم ولا تحط دماغك ولا تشغل دماغك بالناس اللي بتقعد تتكلم عن المرأة والراجل وحقوقهم، ويقعدوا بقى ملزمة ولا مش ملزمة والكلام ده. تجاهلهم خالص وكبر دماغك منهم ولا تحطهم في اعتبارك، لان الناس ديت غلط وتفكيرهم غلط ومش هيعود عليك بأي نفع. يعني حتى لو انت راجل والراجل بيقول ان لازم الراجل يبقى له السلطة والجمدان وكل حاجة حلوة، انت اصلا مفروض ما تقتنعش بالكلام ده ولا تفكر فيه، مش اللي انت تمشي وراه وخلاص علشان الموضوع ده عجبك. احنا كده اول ما الكلام يبقى على مزاجنا وعاجبنا يقول هو ده الصح واللي همشي وراه. انما الكلام ده في بعض الحاجات الوحشة زي الدين مثلا يقولك انت هتعمل كذا فانا مش عايز، خلاص الدين ده غلط ومش حلو. فانت حكم عقلك بالحاجة فعلا الصح، مش الحاجة اللي على هواك. وللأسف الناس بدأت كمان تستشهد بالدين وتقولك حاجات في الدين ان هي ده الدليل يعني على كلامهم، مع ان لو جيت تركز في الكلام وتشوف بقى فعلا الكلام ده بيقول هتلاقيه مختلف تمام. زي اللي بيستشهد بان الستات ناقصات عقل ودين، وده على فكرة اتقالت في خطبة بتاعت يوم الجمعة ان فعلا الستات ناقصات عقل ودين. بس ايه بقى تفسير الكلام ده او المعنى وراه؟ مش معنى ذلك ان انت بتفهم وهي ما بتفهمش، انت عندك دين وحلو وهي لا. الكلام مش كده ولا اللي اتقال معناه كده. قالك ان ناقصات عقل، وده فعلا الستات مشاعرها اكتر من تفكيرها. انت كراجل تلاقي الاب مش محبوب قوي زي الام، تلاقي الام ديت هي الحب والحنان والمشاعر وهي كل حاجة في الحتة دي. انت مفروض اللي انت تفكر. يعني انا مثلا كشخص عايز نصيحة، عايز فكرة معينة اعمل هتلاقيك بتروح لابوك. ليه؟ هو الراجل اللي بيفكر، اللي جرب حاجات كتير، اللي عنده الخبرة. طب الست لا، دي بقى بتاعت الحنان والطبطبة. انت مثلا عندك مشكلة في حياتك وعايز حد يواسيك ويطبطب عليك، دايما بتلجأ لأمك. والدين هي مش علشان أقل منك في الدين، لا، هي الشيخ قال علشان هي عندها الدورة، فدي بيمنحها ان هي تصلي، تصوم، تعمل اي حاجة من الحاجات الدينية المتعارف عليها. انما معلش انت كراجل مالكش اي عذر. حتى الجنابة اللي انت بتحصل لك اول ما تصحى من النوم بتستحمى وتغتسل وتبقى الدنيا معاك تمام. انما هي ممكن تقعد بال5 ايام ولا بتصلي ولا بتصوم ولا بتعمل اي حاجة من العبادات.
فمش معنى الكلام ان انت حلو وهي وحشة، لا، معنى الكلام ان انت مميز عنها في حاجات وهي مميزة عنك في حاجات. هي دي الحياة. حتى تلاحظها في ان لو بنت مثلا جايبة 19 من 20 في امتحان، تلاقيها عمالة تعيط ومتضايقة قوي، وانت تلاقيك جايب 10 من 20 وفرحان قوي اللي انت عديت صافي، علشان ابوك لو كنت سقطت كان هيعلقك من البلكونة. فهي دي الفكرة، هما عندهم الاحساس اكتر، المشاعر اكتر. احنا الرجالة خلينا نقول جبلات شوية، فبنحسش قوي بالموضوع ده. مع ان اغلب الاوقات بتلاقي الست هي اللي شايلة البيت وبتعمل فيه كل حاجة. يعني في ناس انا اعرفها حتى بمعرفة شخصية، تلاقي الراجل هو اللي طيب وما يعرفش حاجة ولا بيعرف يتصرف ولا له في اي حاجة في الحياة، والست هي اللي ماسكة مصروف البيت، وهي اللي بتصرف، وهي اللي مش هقول بتشتغل، لان الراجل طبعا هو اللي بيشتغل وهي بتساعد في الشغل حتى. بس الفكرة في ايه؟ هي بتاخد الفلوس، هي اللي بتصرفها، هي اللي عارفة كل حاجة عن البيت، بتربي، بتشتغل، بتعمل كل حاجة قد المسؤولية. هي حرفيا ب100 راجل. فما تقولش بقى ان الستات لا ما يعرفوش يتصرفوا، الستات وحشين، الستات مش عارف ايه. لا، في اغلب الاوقات الستات هما اللي بيبقوا شايلين البيت كله، وفي اوقات تانية فعلا الرجالة هما اللي بيبقوا شايلين والستات ولا يعرفوا اي حاجة. فكل واحد له مميزات، انت ساعات بتلاقي كده وساعات بتلاقي كده. مش زي ما الناس بقى بتقول بتوع النت دول، ان الست لازم تبني مستقبلها وتحقق ذاتها وتكون شخصيتك وما تعتمديش على اي حد، اول ما يبقى ليكي كيان مستقل ومش عارف ايه تفكري في الجواز. ايوه، الكلام ده مش صح ومش هو ده الغرض. طيب يا فرحتي، انت عملت كل حاجة حلوة ووصلتي لأجمد حاجة في الكون، طب وبعدين مين اللي هتشاركي معاه الانجاز ده؟ هتعملي كده لمين؟ خلاص انت بقيتي حلوة وشوية وخلاص وهتموتي وهتنسي. اللي هيفتكر الكلام ده هو جوزك اللي هيشجعك ويحتفل بيكي ويعجب بيكي، واولادك اللي هيبقوا قدوة ليهم. احنا لازم نكمل ونشارك بعض. احنا ربنا خلقنا نوعين، ذكر وانثى، كل واحد له صفات ومميزات وحاجات تكمل التاني. انت كست ليك مميزاتك، وانا كراجل ليا مميزاتي، وربنا عمل كده عشان المميزات ديت تبقى هنا والمميزات ديت تبقى هنا. احنا الاتنين نكمل النص التاني، انت نص وانا نص. الموضوع لازم يكتمل ونشارك بعض في الحاجات ديت. مش زي ما الناس تقول ان لا الست تبقى جامدة وكل حاجة والراجل هو كل حاجة. لا، دي نص وده نص فعلا. بس الفكرة بقى اللي احنا لازم نكمل النص ده. مش زي ما واحد شيخ مشهور طلع من كام يوم يقول ان الراجل جايب عفش وجايب مهر ودافع حاجات، وانت بتقولي ان مش مجبرة ان انت تأكليهم او تخدميهم. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت بتعايرها اصلا من الاول، من قبل ما انت حتى تكتمل معاها الحياة. احنا مش واخدينها كمقارنة، انا عملت كذا فانت لازم تعملي كذا. لا، الحاجات ديت مفروض بتتجاب للمرأة من الاول خالص، من قبل اي حاجة. ديت حاجات بداية الجواز. فالفكرة ان انت من الاول خالص تقعد معاها، انت والله ليكي 1 2 3 عليا مفروض اعملهولك، اللي انا مثلا اساعدك، اللي انا اوفر لك اللي انت محتاجاه، اللي انا ما زعلكيش، اللي انا اوفر لك كل الحب والحنان، اللي انا ما خونكيش، ما اعملش حاجة غلط. والست برضو انا عايزاك تبقى 1 2 3 وليك عليا اللي انا هعمل كذا. يبقى من الاول خالص في تفاهم وفي حاجات هم اساسينها، علشان بعد كده لما بقى يغلطوا لا قدر الله يبقى نقدر نتكلم. لو انا كنت متفق من الاول معاكي اللي انتوا وليكن مثلا هتطبخي، هي تيجي مثلا بعد الجواز تقولك لا مش هطبخ، يبقى هو ده الغلط. ليه؟ لان احنا متفقين من الاول. انما ما يجيش بعد ما الواحد مثلا يتجوز او قبل ما يتجوز يقولك لا انت مفروض ما تقبلش ان الست تقولك انا مش هطبخ، وانت مفروض ما تقبليش من الراجل يقولك كذا. لا، من الاول خالص نتفق ونحاول نمشي الدنيا، والدنيا تبقى كويسة، انت تتنزل شوية وهي تتنزل شوية علشان تبقى العلاقة كويسة وتكمل في الاخر. لان للأسف دلوقتي
بقى حاجة فعلا معصبة جدا ان الراجل عارف حقوقه كويس جدا. يعني تقول له سمع لي حقوقك كده، تلاقيه حافظهم ومسمعهم لك بورقة وقلم ورص ورا بعض. طب قول لي بقى واجباتك مفروض تجاه المرأة، لا ما يعرفش. طب الست عارفة حقوقها وعارفة ان الراجل عليه 1 2 3، طب انت مفروض عليك ايه؟ لا ماليش دعوة. فكل واحد عارف حقوقه ومش عايز يعترف ان له واجبات ومفروض ان هو يعملها. لا، الست هي اللي عليها كذا والراجل هو اللي عليه كذا. طب انت بقى كشخص عليك ايه مفروض تعمله؟ لا انا معرفش، انا عارف الطرف التاني وخلاص. وهي دي المشكلة اللي وصلت لنا للمكان اللي احنا فيه دلوقتي، ان محدش عايز يعترف ان هو له واجبات وله حقوق. لا، احنا دايما عايزين الحقوق بتاعتنا. طب فين واجباتنا؟ لا، ديت تاني حاجة نفكر فيها. وللأسف دي ما بنبقاش متفقين عليه من الأول. يعني هي فعلا تبان كوميدية ان في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، أكيد مشهور جدا وكلنا شفناه، لما عبد الغفور اتجوز فاطمة وقعدوا في الأول يوم خالص في الجواز قال لها بصي أنا ليا 1 2 3 وانت ليكي 1 2 3، ونتفق من الأول خالص. مش اللي احنا بقى نمشي اي كلام ونيجي بعد كده نقول لا ده انت عليك وانا عليا، ونقعد بقى نقارن نفسنا بالناس التانية، ان الست ديت جوزها جاب لها كذا فانا لازم يجيلي كذا. الراجل مراته بتساعده وبتعمله كل اللي هو عايزه، وانا مراتي مش كده فلازم بقى تعملي. كل واحد باصص للشخص التاني والأسرة التانية وعايز يبقى زيها وخلاص. فيا ريت نبطل اللي احنا نبص على الناس التانية وناخد بالنا من كل حاجة ونركز في نفسنا، نحاول نصلح أسرتنا احنا من غير ما نتضايق أو نضايق الشخص اللي معانا. يبقى بالتفاهم والصح بينا هو اللي يمشي. الرجالة فعلا عبط، مع أي كلمة حلوة من ست تلاقيهم بينجذبوا له. يعني انت ممكن تلاقي راجل متجوز والدنيا معاه تمام وبيحب مراته جدا وحياتهم كويس، يقوم شايف ست حلوة قالت له كلمتين حلوين، او ممكن حتى ما تكونش قالت له، هو اعجب بها كده والله، ويقوم رايح بقى ايه عامل كل حاجة عشان خاطرها. فده للأسف هي طبيعة في الراجل، محدش يقدر يتكلم عليه ان هو فعلا بينجذب لأي ست حلوة بتقول له كلام حلو. طب والست بتنجذب لأي حد بيحسسها بالأمان والطمأنينة والطبطبة والحنية. فانت حتى بتلاقي ان الست دايما تدور على الحنية والطبطبة، انت حنين عليا ولا لا، انت مهتم ولا لا. والراجل عايز يهتم بالشكل والحلاوة وان هي بتقولي كلام حلو وبتهتم بيه. ليه بقى انت كراجل ما تقدمش الموضوع ده للست وست ما تقدمش الموضوع ده للراجل؟ مجرد كلمة حلوة ومجرد حنية ما بينكو هتلاقي ان المشاكل والحاجات اللي في حياتكو كلها عدت وبقت الحياة كويسة. ليه؟ لان احنا عرفنا مفاتيح بعض، عرفنا ازاي نتعامل مع بعض. انت متضايقة فانا هرعاكي وهحن عليكي واشعرك بكل حاجة حلوة انت عايزاها واعملك اللي انت عايزاه. انت متضايق فالست تساعده وتقوله كلام حلو وتطبطب عليه، فكده المشكلة تروح واي حاجة في الدنيا حصلت هتزيل بسبب ان احنا عرفنا ازاي نتعامل مع الشخص في حالة اللي هو الوحشة دي. يعني انا اعرف ناس مشاكلهم اكتر حرفيا ما بياكلوا، تلاقي مشاكل على طول على طول على طول، لدرجة ان هي وصلت لدرجة ان هما ضربوا بعض. انت عارف يعني ايه راجل وست يضربوا بعض؟ يعني ما عادش فيه احترام، ما عادش فيه ادب، ما عادش فيه حب، ما عادش فيه حدود ما بيننا. يعني الحدود ما بين الراجل والست خلاص انقطعت، لان الراجل ضرب الست والست ضربت الراجل، ومع ذلك رجعوا تاني يتصالحوا ويكملوا حياتهم ويبقوا كويسين، يمشوا فترة يبقى جمال جدا جدا جدا، وبعد كده يقوموا عاملين مشكلة يقعدوا بقى يطلعوا كلام على بعض، وهي اللي وحشة وهو اللي وحش والمفروض تعمل كذا والمفروض يعمل كذا. وتبقى الخناقة كلها على ايه؟ ان احنا نسيب المشكلة الاصلية من اللي غلطان او ايه اللي حصل، ونبدأ بقى من الاول خالص، ان هو من الاول كان كذا 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 وهي من الاول كانت كذا كذا كذا، ويبدأ كل واحد
عايز يطلع نفسه الحلو ويطلع عيوب التاني ومشاكله وخلاص، عشان يطلع هو الكويس، وان هو مش متأثر بالحاجات الوحشة اللي بتمشي فيها. حتى انت ممكن تلاحظها قوي في مثلا اختك او امك، لو انت مزعلهم ومطلع عينيهم وعامل كل حاجة وحشة ممكن تتخيلها معاهم، مع اقل كلمة وحنية ما بينهم ومعلش تلاقيهم الزعل راح والدنيا بقت كويسة ورجعوا تاني عادي زي الاول بالظبط، علشان هم اصلا مهيئين ان هم يسمعوا منك الكلام الحلو والحنية والطبطبة عليهم. فما تبقاش الحياة عبارة عن معاشرة في الأوضة أو في السرير وخلاص، ليك كل الحاجات اللي انت عايزها في السرير وخلاص، على كده برا ماليش دعوة. ده يبقى فيه حاجات على مستوى الحياة عموما، لأن ربنا خلقنا والحياة كلها عبارة عن مودة ورحمة. حتى قال كده في القرآن إن وجعل بينكم مودة ورحمة، والمشاركة ما بينكم وكلام حلو، عشان تبدأوا تبقى في حياة أسرية كويسة وصح من اللي احنا عايزينها. وفي النهاية أنا بشكرك جدا إنك كملت الحلقة للآخر، وما تنساش إن لو انت راجل لازم تقول إن الست دورها في المطبخ وما بتعرفش تعمل أي حاجة، وانت كست تشتمي في الرجالة وتقولي إن هما وحشين وانت أحسن واحدة علشان تبسطي الناس اللي على النت والمشاهير، وانت تبان انك روش وجامد، وتقعدوا بقى تشتموا في بعض وتطلعوا كلام على بعض وبس كده. احلى مسا.